فقط بما جاء فيه. أنا لا أكفر ولا أفسق، فقد أؤمن فيما جاء في القرآن الكريم. طيب أين الآية تكفر عمر بن الخطاب؟ آية صريحة تكفر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بلي هذا الآية المباركة. نعم. استمعوا لي جيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا إلى قتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالله تبارك وتعالى حرم عليهم الفرار عن القتال. فهذا عمر تارة يفر في أحد، تارة يفر في خيبر، وتارة يفر في حنين، وهذا ثابت في كتب. مين يقول يفرون من القتال عمر وأبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ علماؤكم هذا مثلا. مين علماء؟ الآن أريك يا أخي. أنا أتحدث دائما من كتبكم وليست من كتبنا. الحمد لله، هذا حق أهل البيت عليهم. أنت تفسر الحديث الآن هذا كتاب المستدرك في الصحيحين. مستدرك رجاء لا تفسر الحديث على هواك. نعم أريد. فقد أسكت أنت، أنا في خدمتك. طيب تفضل. فقد ابقى معي على الخط وأسكت حبيبي أخي. طيب. هذا كتاب المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيشابوري المعروف بالحاكم، الجزء الثالث، طبع دار الفكر، طبع في سنة 1430، دار الفكر بيروت لبنان. جاء في صفحة 258 كتاب المغازي والسرايا، رقم الرواية 4395. قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال الذهبي 4395، وافقه الذهبي في التلخيص، قال صحيح. بلى عن علي عليه السلام بسند المذكور في رواية صحيحة صححه الذهبي والحاكم. صار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما أتاها بعث عمر وبعث معه الناس، يعني المسلمين الصحابة الجند الجيش، إلى مدينتهم وقصرهم فقاتلوهم، فلم يلبثوا أن هزموا عمر وأصحابه، فجاءوا يجبنونه ويجبنهم. فرجعوا الصحابة ماذا كانوا يفعلون؟ يصفون عمر بأنه جبان ويجبنهم، فسار النبي الحديث. فهذا هو فرار صريح من اليهود في خيبر، وهم أحرص الناس على حياة اليهود، بل ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. هذا هو اليهود. فقد فر بحيث أن الصحابة شهدوا له بالجبن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله تبارك وتعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا إلى قتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. دقيقة ويجب الإيمان بالقرآن الكريم. فثبت أن عمر بل مأواه جهنم وعليه غضب الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الله عليك بإذن الله يا عدو الله. هل عندك رد علمي؟ أنا لا أرد على هذا الكلام، لا أرد على الكلام، ولكن أعطيك الفرصة لكي ترد علي بأسلوب علمي. تفضل. أنا تكلمت معك من كتبك بروايات صحيحة ومن كتاب الله. هل عندك رد علمي من كتابك؟ تفضل. الحديث صحيح، لكن أنت تفسر الحديث على هواك. أنت تفسرها على عقلك. أنت تفسرها. يلا تفضل، نستفيد من علمك. طيب أنا أضيع وقتي ولا أضيع وقتك؟ عندك كفرت أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم. الله كفره في القرآن. هل عندك ولا لا؟ هل أنت تكفر أهل السنة والجماعة؟ لا أكفرهم. طيب حنا اتباع عمر بن الخطاب بلي، واتباع الخلفاء الراشدين جميعا، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. بل إنكم مسلمون على الظاهر في الدنيا، ولكن في الآخرة لا حظ لكم من الإسلام. إذا أنت كفرت يعني الخلفاء الراشدين فقط. أكفر الخلفاء الراشدين الأئمة الاثنى عشر عندنا، أبو بكر وعمر وعثمان عقيدتنا فيهم ما جاء في القرآن الكريم، وعائشة عقيدتنا فيها ما جاء في سورة التحريم. نعم، فر وقطع فبهت الذي كفر
أما بل نعم إن أبا